بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه. الأستاذ الخضر بوعلي، مدير مختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية التابع للكلية المتعددة التخصصات بالناظور. حضرت اليوم وشاركت في هذه الندوة المباركة تنظيما وإلقاء، والندوة هذه في موضوع عناية المجلس العلمي الأعلى بموطأ الإمام مالك. وكانت هذه الندوة متنوعة، شارك فيها ثلة من العلماء والأساتذة والباحثين، وتناولت تاريخ عناية الملوك المغاربة عبر التاريخ بهذا الكتاب، ثم ركزت على عناية المجلس العلمي الأعلى بهذا الكتاب، وانتهت بالحديث عن منصة الحديث، والتي من جملة موادها موطأ الإمام مالك. الندوة الحمد لله حضرها عدد كبير من الأساتذة، وكان من جمهورها المستفيد منها طلبة الماستر، خصوصا ماستر الدراسات الحديثية وقضايا العصر، وماستر الدراسات القرآنية قضايا ومناهج. سعدت كثيرا بالحضور ومشاركتي في هذه الندوة، وأشكر جميع الذين أسهموا في تنظيمها من المجلس العلمي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وماستر الدراسات القرآنية وماستر الدراسات الحديثية وقضايا العصر، كل هؤلاء بالإضافة إلى الطلبة والباحثين والقائمين على مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق. فجزا الله الجميع خيرا، ونفع الله بهذه الأعمال التي من شأنها أن تثبت وتدعم وتحصن الثوابت الدينية والوطنية. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سعيد الوهابي، إمام مرشد بمندوبية الشؤون الإسلامية بالناظور، وطالب بماستر الدراسات الحديثية وقضايا العصر. أحضر اليوم في هذه الندوة الوطنية المباركة بمناسبة انطلاق الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، وبصفتي مقررا لهذه الندوة في جلستها الأولى. أطرها أساتذة مباركون باحثون، وهي ندوة تعتني بالحديث النبوي الشريف، وبالخصوص موطأ الإمام مالك الذي يعد ثابتا من ثوابت الأمة المغربية. وقد اشتملت هذه الندوة على مداخلات عدة جيدة، من قدم فيها الأساتذة الكرام دور السلاطين العلويين باهتمامهم بالحديث النبوي الشريف وإلى العصر الحالي. وهذه الندوة هي تحفيز للاهتمام بالموطأ الإمام مالك والاعتناء به من طرف الطلبة والباحثين، ولما لا حتى الناس العامة يستمعون لموطأ الإمام مالك في بيوتهم وفي مساجدهم وفي جميع بيوتهم.